الراعي والذئاب. الراعي والذئاب. كان أحد الرعاة يرعى غنمه قريبا من إحدى القرى فأراد أن يمزح مع أهل القرية فأخذ يصيح بأعلى صوته الذئاب النجدة. سمع أهل القرية نداءه فأسرعوا لنجدته ولكنهم لم يجدوا الذئاب. وعندما سألوه ضحك وقال أردت أن أمزح فكذبت عليكم. فغضبوا منه وانصرفوا. وبعد أيام هجمت الذئاب على غنم الراعي فصاح بأعلى صوته الذئاب النجدة. سمع أهل القرية نداءه فلم يصدقوه فأكلت الذئاب غنمه جزاء كذبه فندم على ما فعل. الراعي والذئاب. كان أحد الرعاة يرعى غنمه قريبا من إحدى القرى فأراد أن يمزح مع أهل القرية فأخذ يصيح بأعلى صوته الذئاب النجدة. سمع أهل القرية نداءه فأسرعوا لنجدته ولكنهم لم يجدوا الذئاب. وعندما سألوه ضحك وقال أردت أن أمزح فكذبت عليكم. فغضبوا منه وانصرفوا. وبعد أيام هجمت الذئاب على غنم الراعي فصاح بأعلى صوته الذئاب النجدة. سمع أهل القرية نداءه فلم يصدقوه فأكلت الذئاب غنمه جزاء كذبه فندم على ما فعل.